السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا من جديد في قناتنا إشراقة سعيدة. في ناس كتير ما بتحبش تاكل عدس بجبة، فعملته بطريقة مختلفة. أي حد هيجربه بالطريقة دي هيعجبه قوي. كان طبق حلو ولذيذ. يلا بينا نشوف عملناه ازاي بطريقة سهلة ومختلفة. جبت ده حوالي كوبايتين عدس بجبة. تمام. هحطهم في شوية مية في حلة على النار. هحط عليهم هغسلهم واحطهم عليهم حوالي كوبايتين مية. واسيبهم حوالي 10 دقايق على النار. تمام كده. بعد 10 دقايق معدوا صفيت المية السخنة من عليهم وحطيت عليهم مية ساقعة شوية من الحنفية يعني. وبدأت بقى ان انا افركهم على ايدي بالطريقة دي. الطريقة دي مهمة. هنا لما بنفركهم كده بقى القشر بتاعه بيطلع كله في المية. تمام. والنقطة دي بقى بتفرق في اللي بيتعمل بقشره. تمام. لان في بيتعمل بقشر اللي هو التقليدي اللي كلنا عارفينه، ففي ناس كتير ما بتحبوش. فلما هنا فركناه وطلعنا القشر منه كده هيتحول كده لحاجة تانية، لملمس تاني، اللي هيبقى شكل تاني من العدس. اوكي. طبعا ده شايفين ان ده القشر اللي طلع في المية. تمام. اتفرج كله القشر طلع. انا هنا طلعت بقى، حطيت عليه مية مرتين كده من الحنفية عشان المية القشر بيمشي مع المية. تمام. القشر بيطلع كده على الوش مع المية. تمام. صفينا كويس بقى من المية والقشر بتاعه اللي طلع في المية. اهو شايفين القشر بينزل مع المية. هنا بقى بعد ما حطيت عليه بقى مية مرتين. تمام. وطلعت القشر بقى بالطريقة شايفينه بقى بالمنظر ده كده. هنا نزلت عليه بكوباية مية تانية وصفيتها. وبعد كده نزلت عليه بحوالي عصير طماطماية وحطيته على النار. تمام. وبعد كده جبت بصلة صغيرة قطعتها قطع صغيرة كده. ومعاها حوالي فصين توم مفرومين. نزلت عليهم بربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة كمون. ودعكتهم مع بعض كده كويس قوي بايدي. تمام. طبعا في الاثناء دي انا حاطه سايبه العدس بالطماطم على نار هاديه. ايوه كده دعكتهم دعكه كده محترمه، يعملوا نكهه وريحه كده مع العدس. تمام. غسلت ايدي بشويه ميه عليهم كده وبعد كده رحت منزلاهم على العدس. قلبتهم تقلبتين كده. وحطيت رشه ملح صغيره. وغطيتهم وسبت الحلة على النار حوالي نص ساعة تقريبا. تمام. هنا بشوفها بعد نص ساعة حطيت رشة ملح صغيرة كمان. وبعد كده بعد نص ساعة ما عدت طبعا بنجيب هراسة او حاجة زي كده او كبشة زي كده او معلقة كبيرة وبن بنحاول بنهرس بقى بنهرس العدس مع الطماطم كده. تمام. عشان ينعم معانا، او ممكن نعمله بالهاند بلندر لو موجودة يكون افضل. تمام. هنا يعني بنعمله كده. مش هيكون ناعم قوي ولا خشن، هيبقى متوسط. هنا بقى في طاسة صغيرة كده هجيب حوالي 4 فصوص توم مفرومين، معاهم حوالي معلقة كزبرة ناشفة ورشة فلفل اسود. وعلى النار كده اهوت مع زيت طبعا. بنقليهم كده اهو زي تقلية الملوخية. تمام. هنا بقى كانت الريحة كانت طالعة فظيعة يعني. هنا بقى بعد ما عملنا التوم على النار هننزل بيها على العدس. تمام.
اهي نزلت هنزل بيها على التقلية دي بقى، نزلت بيها على العدس كده. هي دي التقلية بقى اللي عملت ايه، ظبطت ريحة العدس وطعمه وكل حاجة فيه. تمام. هنا بقى بالمنظر ده كده، حطيت له حوالي سقسقت له شويه ميه كمان يعني، وسبته كمان شويه على النار. اوكي، بياخد ويدي شويه كمان يعني. تمام، هو كده بقى مش عايز حاجه تاني خالص. بهاراته اتحطت له، اللي هي دي البهارات الاساسيه بتاعته. مفهوش حاجه مكلفه او حاجه صعبه يعني. الطريقه دي اللي علمتها لي حماتي ووالدتي التانية، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وطريقة العدس دي تكون عجبتكم، واللي ما يعرفهاش يجربها. هو طبق بيتاكل بالعيش كده مع اكل نواشف. انا عملت معاه بطاطس محمرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هكون سعيدة جدا لو عملتولي لايك وشير وكومنت حلو كده من قلبكم. وسبسكرايب للي اول مرة يشوف القناة. كنت معكم انا اسماء. وادخلوا شوفوا فيديوهاتي، يا رب تعجبكم. والى اللقاء في فيديو اخر، ولقاء جديد، واكلة جديدة، مع وصفة جديدة، ومع الف سلامة.